مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طلابي الأعزاء، يسر قسم الرياضيات بمدرسة الأندلس الابتدائية الخاص البنين أن يقدم لكم التدريبات الإثرائية النموذج الأول. يتوقع من الطالب في نهاية هذا الفيديو أن يستطيع الإجابة عن جميع الأسئلة بشكل صحيح. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. بداية أحبة الطلاب، أعطيكم بعض هذه النصائح لعلها تفيدكم في الاختبارات. أولا أحبة الطلاب، عليكم الاستعانة بالله والتوكل عليه. ثانيا عليكم الإجابة على الأسئلة حسب الأهمية. ذكر الله يطرد القلق. فكر جيدا في الأسئلة. اختيار الجواب المتعدد. التأني في الإجابة وعدم الاستعجال، وحل الأسئلة السهلة قبل الصعبة نؤجلها لاحقا، والحرص على النوم مبكرا، وإحضار جميع الأدوات المطلوبة والمسموح بها. هيا بنا أحبة الطلاب لننطلق إلى الأسئلة. في السؤال الأول يا أحبة الطلاب، ما ناتج ضرب 8 ضرب 10 أس 3؟ هنا أحبة الطلاب نقوم بإضافة 3 أصفار بجانب 8 ليعطي الناتج 8000. أحسنتم، الإجابة هي سي. السؤال التالي، ما الكسر العشري المكافئ للكسر 4.60 جزء من 100؟ هنا تذكروا أحبة الطلاب أننا عند كتابة الكسور العشرية قلنا أننا نضيف صفر أو صفران أو 3 أصفار لأنها كسور متكافئة، ولأن الأصفار على يمين الفاصلة، آخر منزل على يمين الفاصلة، هذه الأصفار ليست لها أي قيمة. إذا لاحظوا جيدا عند المقارنة الآحاد مع الآحاد والجزء من 10 مع جزء من 10، إذا ماذا تلاحظون؟ أحسنتم، إذا الإجابة هي A. لاحظوا أن 4.6 أجزاء من 10 هي نفسها 4.60 جزء من 100. السؤال التالي أحبة الطلاب، ما العدد الذي إذا قرب إلى أقرب جزء من 10 يكون الناتج 12.7؟ هنا أحبة الطلاب نريد أن نقرب هذه الأرقام جميعا حسب الأقرب. ماذا يا أبطال؟ أقرب جزء من 10، وأقرب جزء من 10 هنا هي عبارة عن 6، وهنا 6، وهنا 7، وهنا 0. طيب يا أبطال، الآن ننظر إلى اليمين ثم نشاهد هل هذا الرقم من الأرقام الكريمة أم البخيلة؟ هل تعطي 1 أو لا تعطي 1؟ ركزوا في الإجابة A. جزء من 10 هو 6 بجانبه 4. 4 عدد بخيل لا يعطي 6، إذن سوف يبقى الإجابة 12.6، ونحن نريد 12.7. نروح على الإجابة B. لاحظوا الأجزاء من 10 وهي عند 6 على يمينها أيضا 6، والستة من الأعداد الكريمة، تعطي 6 الأجزاء من 10 1 لتصبح 12.7، وهذه الإجابة الصحيحة. الإجابة هي B. السؤال التالي يا أبطال، ما المقدار المساو للعدد 10.23 جزء من 100؟ هنا يا أبطال لاحظوا جيدا أين هي الإجابة. الإجابة هي A، هي عبارة عن 10 صحيح زائد 23 جزء من 100.
السؤال التالي: أي الجمل العددية التالية صحيحة؟ هنا في هذا السؤال يا أحبة الطلاب نريد أن نعتمد على عدد الأصفار، لأن العشرة عند ضربها في 100 أو في 1000 أو في 10 نقوم بإضافة الأصفار إلى العدد الذي سوف نضربه، وهو هنا صفران نضيفه إلى 70 لتصبح 3 أصفار أي 7000، وهنا الإجابة 700. لذلك هذه الإجابة خطأ. إذا ركز في عدد الأصفار يا أبطال. هنا في مسألة الضرب 0 من 70 و3 أصفار موجودة في 1000 لتصبح 4 أصفار، ولاحظوا في الإجابة 7 وقدامها كم يا أبطال؟ 3 أصفار. إذا هذه الإجابة خطأ أيضا. روح على الإجابة سي. هنا يوجد 0، وفي الأس أو الباور كنا نتكلم عنه بالغرفة الصفية هنا 2. إذا يجب إضافة صفران إلى 70 لتصبح 3 أصفار بجانب ماذا؟ بجانب 7 وليس الواحد يا أبطال، بجانب 7. وركزوا هنا الإجابة. إذا هذه 3 أصفار جنب 7، إذا 7000. ركزوا جيدا، سوف نلاحظ أن هذه هي الإجابة الصحيحة. ننطلق بكم إلى السؤال التالي: ما ناتج ضرب؟ لاحظوا 63 ضرب 100. وهنا باختصار مباشرة نأخذ الصفران من 100 ونضعهم بجانب 63 ليعطي الناتج ما هو يا أبطال؟ أحسنتم، الإجابة هي سي، 6300. ننطلق الآن أحبة الطلاب إلى الأسئلة المقالية. في هذا السؤال أكمل ماذا؟ مسائل الضرب. 9 ضرب 10 أس صفر، هاي تكلمنا فيها كثيرا، أن 10 أس صفر أي لا نضيف أي شيء على العدد اللي هو 9، لا نضيف عليه، إذا يبقى 9 كما هو. 9 ضرب 10 قوة 1، إذا نضيف صفرا واحدا حسب القوة إلى 9 لتصبح 90 يا أبطال. 9 ضرب 10 بالقوة 2، إذا نضيف صفران إلى 9 يعطي الناتج 900. السؤال التالي: ما الصيغة التحليلية للعدد كما هو موضح أمامكم؟ 302,501. لاحظوا يا أبطال أن الصيغة التحليلية يوجد أكثر من طريقة، فأنت تستطيع أن تحلها بأبسط طريقة وأسهل طريقة. لا نستخدم الصيغة الأسية إلا إذا طلب منك في الاختبار، وهنا الصيغة التحليلية إذا نقوم بحلها بأبسط صورة على النحو التالي يا أبطال. نأخذ الواحد صحيح، نضيف له 5 هي في منزلة المئات لذلك نكتبها 500، والزائد طبعا 2 هي في منزلة الآلاف، إذا نكتب 2 وقدامها 3 أصفار حسب عدد المنازل. لاحظوا أن الأصفار لا نكتبها يا أبطال تحت في عملية تحليلية. نذهب إلى 3، نكتب 3 ونضع أمامها كم يا أبطال؟ كم صفر؟ عدوا معي: 1 2 3 4 5. إذا نكتب 3 وأمامها 5 أصفار، وهذا يقرأ 300,000. إذا هذه هي الصيغة التحليلية. وتذكروا جيدا أننا نقوم بوضع إشارة الزائد بين هذه الأرقام. السؤال التالي يا أبطال: اكتب الكسر العشري 6 أجزاء من 100 في صورة كسر اعتيادي. تذكروا جيدا أن الكسر الاعتيادي هو كسر يكتب على شكل بسط على مقام، مثل هذه الصيغة بسط على مقام. يلا يا أبطال، سوف نكتب 6 أجزاء من 100 كما نقرأها نكتبها 6 أجزاء، إذا نكتب 6 بالأعلى، نكتب 6 أجزاء من 100. لاحظوا أن هذا كم منزلة بعد الفاصلة العشرية على اليمين؟ يمين الفاصلة منزلتان، إذا نكتب 100 يا أبطال لأنها 6 أجزاء من 100.
إذا كانت منزلة واحدة نكتب 6 وتحت تكون 10، ولكن هنا منزلتان لذلك وضعنا 100. ركزوا فيها جيدا. السؤال التالي: اكتب الكسر الاعتيادي 365 على 1000 في صورة كسر عشري. إذا هذه الصيغة نكتبها على صيغة كسر عشري، وذلك بصيغة البوينت يا شباب. 0 بوينت، هكذا كنا نحل بالغرفة الصفية وكنت أدلكم عليها، وركز. إذا أعدوا معي يا أبطال، كم صفر موجود بالأسفل؟ هنا 3 أصفار. وكم منزلة بالأعلى؟ 3 منازل. إذا هنا فقط نضيف 0 بوينت ونكتب الرقم كما هو 3 6 5. قلنا في الغرفة الصفية أبطال إذا كان هنا 3 أصفار ويوجد منزلتان نضيف 0، لكن هنا ما أضفنا ولا شيء، 3 منازل 3 أصفار، خلاص نضع 0 والبوينت ونضع الأرقام كما هي. السؤال التالي: اكتب كسرين عشريين مكافئين للكسر العشري 4.8. هنا مباشرة نقدر أن نكتب على يمين 8 عدد ما لا نهاية من الأصفار، ويوجد حلول كثيرة. إذا في المرة الأولى يا أبطال نضيف 0، والمرة الثانية نضيف 0 على يمين الأرقام الموجودة أقصى اليمين. إذا ركزوا معي، 4.8 أضفنا 0. الكسر العشري الثاني 4.8 ووضعنا 0، لأن هذه الأصفار ليست لها أي قيمة. بالمناسبة يا أبطال، في هذا السؤال إن جاءكم في الاختبار مطلوب منكم كسرين، لا تكتفوا. بعض الطلاب بيكتب كسر واحد وهنا بيخسر درجة. لماذا؟ لا، لازم تكتب كسرين بهذه الطريقة. المعلومة الثانية أكد عليها: هل يا أستاذ فقط نضيف الأصفار؟ نعم تقدر تضيف، ولكن في بعض المسائل إن كان يوجد أصفار نقدر نحذفها. بهذا الشكل احنا نجد الكسور العشرية المكافئة. السؤال التالي يا أبطال: اكتب العدد التالي بالصيغة القياسية. ماذا تعني الصيغة القياسية؟ وهي الأرقام المدمجة بشكل بدون عملية الجمع. مثل هذا مكتوب بالصيغة القياسية وهذا مكتوب بالصيغة القياسية. إذا ركزوا معي جيدا، هذه الأرقام مكتوبة بأي صيغة؟ بالصيغة التحليلية، وهنا كسر عشري يا أبطال. خلينا نقرأ الأرقام مع بعض. هنا 3 زائد هنا 4 أجزاء من كم يا أبطال؟ هنا أجزاء من 10، وهون الاثنين جزء من كم؟ من 100، والتسعة جزء من كم؟ من 1000. إذا لا يوجد فراغات مباشرة، جزء من 10 جزء من 100 وجزء من 1000. إذا نقوم بكتابة الرقم على النحو التالي، وهو 3.429 جزء من 1000. هذه الإجابة الصحيحة. أما في السؤال B: ضع علامة أكبر من أو أصغر من داخل المربع. ركزوا، هنا سوف نقوم بعملية المقارنة، وأن المقارنة يا أبطال تكون من جهة اليسار وليس اليمين، من جهة اليسار. إذا نبدأ هنا 6 وهنا 6، ثم ننتقل بعد الفاصلة إلى 5، وهنا 5 8 8 9 2. إذا ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن الجهة اليسار هو العدد الأكبر. أما في المقارنة السؤال الثاني، هنا 4 4 3 8، من هي الأكبر؟ إذا مباشرة إذا وجدنا الأكبر نتوقف. إذا الجهة اليمين هي الأكبر يا أبطال. نأتي إلى السؤال التالي: من الجدول المقابل ما كمية سقوط الثلج في المدينتين C و A معا؟ ركزوا جيدا، هذه هي الجدول ويمثل المدينة A B C، وهذه كمية سقوط الثلج في السنة. وأن السؤال هل هو جمع أم طرح يا أبطال؟ أكيد جمع. لماذا؟ هو يريد كمية سقوط الثلج في المدينتين معا، وهذا دليل على أننا سوف نقوم بعملية الجمع. ركزوا أن تأخذوا الأرقام بشكلها الصحيح.
عند A يقابلها 87.8. الآن ركز، نأخذ بيانات C ولا نأخذ بيانات B حتى ما تخسر درجات. عند السي هنا يا أبطال فإن كمية سقوط الثلج هي 17.3. وركزوا عند الكتابة نضع البوينت فوق البوينت أو الفاصلة العشرية فوق الفاصلة العشرية، والمنازل جزء من عشرات فوق بعضها، أما الآحاد فوق بعضها والعشرات فوق بعضها يا أبطال. نضع الجمع ونقوم بالجمع من جهة اليمين. 8 زائد 3 كم يا أبطال؟ أحسنتم، 11. نضع هنا الواحد ونرفع باليد فوق 7، نضع واحد صغير ونضعه في دائرة، ثم نجمع 1 زائد 7 زائد 7 كم يا أبطال؟ يساوي 15. ركزوا، وضعنا هنا 5 ورفعنا أيضا 1 فوق 8. 1 زائد 8 زائد 1 الجواب هو 10. ولا تنسوا يا أبطال أنه في أثناء الحل ننزل الفاصلة العشرية في مكانها الصحيح. إذا كمية سقوط الثلج في المدينتين هو 105.1. السؤال التالي يا أبطال: ما ناتج الطرح؟ هنا يوجد عندنا مسألتان يا أبطال، سوف نقوم بالحل مباشرة. نبدأ في جهة اليمين، وأن الحل في نفس السؤال نبدأ من جهة اليمين أيضا. إذا هنا نبدأ من 7 ولا نبدأ من 1. 7 نطرح منها 9، هل يجوز يا أبطال؟ كلا، في بعض الطلاب يجاوب 2 مباشرة. خطأ يا ابني، خطأ. هذا العدد 7 نريد أن نطرح منه 9، لا يجوز. يجب أن يكون هذا العدد إما يساوي 9 أو أكبر منه. طب وش الحل يا أبطال؟ مباشرة نتسلف من 5، نأخذ من 5 1، 5 تصبح 4، أما 7 نضع 1 بجانبها لتصبح 17. الآن 17 نطرح منها 9، كم الجواب يا أبطال؟ يساوي 8. نزل البوينت في مكانها. 4 نطرح منها 4، الجواب 0. والواحد هنا لا يوجد أي شيء، 1 ناقص 0 الجواب هو 1. إذا الجواب الكلي 10.8. السؤال الثاني، هيا يا أبطال مرة أخرى، 6 نطرح منها 8، هل يجوز؟ كلا. إذا مباشرة نقوم بعملية نتسلف من 9. 9 نأخذ منها 1 تصبح 8، أما 6 تصبح 16. الآن يا أبطال 16 نطرح منها 8، كم الجواب؟ يلا أصابع يدك، أو المفروض تكون أنت متعود على عملية الطرح. إذا الجواب هو 8. نزل الفاصلة العشرية. الآن نطرح 9 نلغيها خلاص، نأخذ 8. 8 نطرح منها 5، الجواب يساوي 3. السؤال التالي يا أبطال: يبني فريق لحماية الحياة البرية بيوتا للخفافيش للمساعدة على إنقاذها. يتسع البيت الواحد من هذه البيوت ل400 خفاش تقريبا. يقول خالد أن 11 بيتا من بيوت الخفافيش يمكنها أن تستوعب 4200 خفاش. السؤال: هل هو على صواب؟ وضح إجابتك. هنا يا أبطال لاحظوا جيدا أن أول شيء الخفافيش، وهي حيوانات تعيش في البرية، حيوانات تطير، وأن هذه البيوت يوجد يتسع البيت الواحد إلى كم يا أبطال؟ 400، وأن 11 بيتا يقول خالد أنها تستوعب إلى 4200. إذن الحل نتأكد أولا بإجراء عملية الضرب. نشوف يا أبطال، هل 11 ضرب 400 هل تساوي 4200 أم لا؟ إذا نجري عملية الضرب. طيب يا أبطال، كيف نجري عملية الضرب بين 11 وال400؟ قلنا يا أبطال قبل هيك أن الأصفار نأخذها، شفت هذول الصفرين، 0 0 نأخذهم ونكتبهم في الإجابة مباشرة هنا. طيب إذا أخذناهم ووضعناهم في الإجابة، إيش تبقى عندنا؟ 11 ضرب 4
11 ضرب 4 من جداول الضرب تساوي 44. إذا هذه الإجابة. إذا 11 بيتا يتسع إلى 4400. قارنوا هذا بما قاله خالد. خالد ايش قد قال 4200. إذا الجواب خطأ. هل هو على صواب؟ بتعمل هنا الإجابة لا. إذا بالمناسبة هذه عليها درجة وهذه عليها درجة أبطال. لا تنسوا جداول الضرب تحفظوها جيدا. إذا ما قدرت تطلع الإجابة 11 ضرب 4 اجمعهم 4 مرات. اكتب 11 11 4 مرات ثم قم بعملية الجمع راح تلاقي لهم 44. وصلنا إلى السؤال التالي أحبة الطلاب. ما ناتج الضرب؟ ركزوا جيدا في الضرب في الكسور العشرية عند ضربها ب10 أو ب1000، وهنا نضرب في جزء من 10 جزء من 1000. هذا الدرس يا أبطال بركز على تحريك الفاصلة العشرية إما اليمين أو جهة اليسار. لاحظوا في السؤال A 5.2 ضرب 100. ركزوا في المعلومات اللي أعطيكم إياها يا أبطال. عند الضرب الكسر العشري، عند الضرب في 10 100 ألف أو 10,000 اللي هي الأعداد الصحيحة بدون فاصلة، نقوم بتحريك هذه الفاصلة نحو اليمين، وذلك بعدد الأصفار. هنا صفران، إذا سوف نحرك الفاصلة العشرية نحو اليمين منزلتان. طيب يا أستاذي هنا لا يوجد غير منزلة واحدة، نحرك الفاصلة العشرية. إيش نساوي بعد؟ نقوم بتكملة هذه، نضيف أصفار. كم صفر نضيف يا أبطال؟ إذا حركنا منزلة نضيف صفر واحد، أصبحت منزلتان. إذا الجواب يا أبطال هو كم؟ الجواب 520. مرة ثانية يا أبطال، هنا صفران، كانت الفاصلة العشرية بين 5 و2، نحرك نحو اليمين منزلتان، هذه منزلة وقمنا بإضافة الصفر. لا نعد بكتابة الفاصلة، خلاص ما في داعي. إذا كانت الفاصلة أقصى اليمين نحذفها. إذا الجواب هو 520. أما الملاحظة الثانية في مسألة الضرب يا أبطال، هنا نضرب في كم؟ جزء من 100. هنا يوجد فاصلة عشرية، إذا نحرك الفاصلة العشرية في الرقم الأول نحو اليسار بحسب عدد المنازل هنا الموجودة على اليمين. ركزوا، 1 جزء من 100. إذا نرجع هنا منزلتان إلى الخلف لتصبح الفاصلة العشرية بين 5 و8. إذا هذه هي الإجابة، وركزوا فيها جيدا. وهيك احنا بنكون وصلنا إلى التدريبات الإثرائية النموذج الثاني، ورح نمر عليهم الأسئلة سريعا لأنها مكررة من النموذج الأول. هيا يا أبطال، ما ناتج الضرب مباشرة؟ أحسنتم، 500، وضعنا صفرين بجانب 5. كسر العشري المكافئ، أحسنتم، الإجابة هي 6.10. قلنا يا أستاذ إما أن نحذف الصفر أو نضيف الأصفار حسب النتائج الموجودة قدامنا ومقارنتها. ما العدد الذي إذا قرب إلى أقرب جزء من 10 يكون الناتج 15.8؟ ركزوا جيدا، هنا 7 على يمينها 6، والستة عدد كريم، أحسنتم، 7 تصبح 8. إذن هذه هي الإجابة. ما المقدار المساوي؟ ركزوا جيدا، 25.68. لاحظوا أن الإجابة A هي الإجابة الصحيحة، هي مكتوبة بالتحليل 25 صحيح، وزائد 68 جزء من 100. السؤال التالي، أي العبارات أو الجمل العددية التالية صحيحة؟ هنا نؤكد على عدد الأصفار، وأن الإجابة دي هي الصحيحة. هنا يوجد 0 و10 أس 3 3 أصفار، إذا يصبح المجموع 4 أصفار بجانب 2. أحسن.
أحسنتم أحباب الطلاب. السؤال التالي: ما ناتج الضرب؟ مباشرة نضيف 3 أصفار إلى 81. الإجابة هي سي. أحسنتم. الأسئلة المقالية يا أبطال. مباشرة 3 ضرب 10 أس صفر، نكتب 3 ما نزيد عليها ولا شيء، وهنا نضيف صفر تصبح 30، وهنا نضيف صفران لأن الباور هنا 2 يا أبطال، يصبح 300. أما الصيغة التحليلية نكتبها حسب القيمة المنزلية لكل عدد ونضع بينهم إشارة الزائد، وأن الأصفار هنا لا نكتبها هنا في عملية التحليلية. 60 زائد 500 زائد 80,000 زائد 0 0 3 4 5 6، إذا سوف تكون 9 مليون، أمامها 6 أصفار. هيا بنا يا أحباب الطلاب، اكتب الكسر العشري 6 أجزاء من 100 صورة كسر اعتيادي، هذه 6 أجزاء من 100 بسط على مقام. اكتب الكسر الاعتيادي 951 على 1000 في صورة كسر عشري. مباشرة يا أبطال، فاصل عشرية 951 جزء من 1000. تذكروا 3 أصفار و3 منازل. مباشرة لا نضيف أي صفر، إذا مباشرة نقوم بوضع الزيرو بوينت مباشرة بجانب الرقم. اكتب كسرين عشريين مكافئين. تذكر أنك تكتب كسرين وليس كسر واحد، وهنا إما أن تضيف صفر ثم صفر آخر أو نحذف، لك الخيار يا أحبة الطلاب. إذا هنا في المرة الأولى حذفنا صفر 6.7، وهنا أضفنا صفر ووجود صفر الآخر أصبحت 700. ما حد يكتب نفس الرقم 6.70، هذا موجود يا شباب. إذا نضيف عليه صفر أصبح 6.700. ولو طالب ثاني كتب 6.7000 برضو صحيح، يعني له عدة حلول. اكتب العدد التالي بالصيغة القياسية. إذا هنا مباشرة 8 5 أجزاء من 10، 3 أجزاء من 100، 7 أجزاء من 1000. إذا ما يوجد فواصل، إذا نكتب الأرقام بجانب بعضها. هنا في المقارنة أحبة الطلاب، إذا لاحظوا هنا اليسار هو العدد الأكبر. وما هو الرقم يا شباب؟ الرقم 5 جزء من 1000 هو الذي أعطاها الأحقية في أنها تكون أكبر. هنا 5 في المقارنة مع 4. أما الرقم الثاني، قارن الأرقام 10 10 2 3 أجزاء من 10، إذا هذا هو الرقم الأكبر. السؤال التالي من الجدول: ما كمية سقوط الثلج؟ الآن هنا A مع B يا أبطال. نقوم بكتابة كمية الثلج في A مع مين؟ مع B يا أبطال وليس مع C. ركزوا جيدا في عملية الجمع، ولاحظ أنها تساوي 115. نأتي الآن إلى مسائل الطرح يا أبطال. 9 هل نطرح منها 8؟ نعم، لأن العدد 9 هو أكبر من 8 والجواب هو 1. ثم نقوم بوضع الفاصلة العشرية. و8 نطرح منها 6 كم يا أبطال؟ نعم يجوز، والجواب هو 2. ونقوم بننزل الواحد لأنه 1 ناقص صفر هنا لا شيء، ننزلها، إذا الجواب هو 12.1. أما السؤال التالي: 5 نطرح منها 7 هل يجوز؟ لا. إذا هنا نتسلف يا أبطال، نتسلف من الاثنين، الاثنين تصير 1 والخمسة تصبح 15. 15 نطرح منها 7 كم يا أبطال؟ الجواب يساوي 8. أما الواحد لا نستطيع أن نطرح منه 4، لذلك نأخذ 11 مع بعض لأنه انتهت الأرقام، لا يوجد أرقام أخرى. 11 نطرح منها 4، الجواب يساوي 7. أما سؤال الحياة البرية والخفافيش هنا يا أبطال، يبني الفريق والبيوتا للخفافيش هنا يتسع البيت الواحد ل 300 خفاش تقريبا. يقول خالد أن 12 بيتا من بيوت الخفافيش يمكنها أن تستوعب
3200 خفاش. هل هو على صواب أم لا؟ قلنا قبل قليل في النموذج الأول أنه يجب أن نتأكد بإجراء عملية الضرب. 12 ضرب 300 كم يا أبطال؟ الطريقة وهي أن نضع الصفرين هنا في الإجابة، نضع الصفرين، والاثنى عشر ضرب 3. أستاذ تقدر تكتب 12 وتحت 3 باستخدام الخوارزمية، هاي الطريقة الأولى. الطريقة الثانية تكتب الاثنى عشر 3 مرات ثم تجمعها، راح يطلع معانا يا أبطال 36. بالمناسبة في طلاب حافظين جدول 12 وبيجاوب على طول 36. إذن الجواب كم يا أبطال؟ 3600. طيب وهنا خالد كم كان يقول؟ 3200، وأنا فعليا تستوعب إلى 3600. إذن هل خالد على صواب؟ الجواب لا. أما الآن أحبتي الطلاب وصلنا إلى آخر سؤال في هذا النموذج. ما ناتج الضرب 4.6 ضرب 10,000؟ تكلمنا أننا إذا ضربنا في 10 أو 100 أو 1000 فإننا نحرك الفاصلة نحو اليمين يا أبطال حسب عدد الأصفار. هنا تحركنا منزلة واحدة، لا يوجد منازل أخرى، إذا نكملها بالأصفار يا أبطال. إذا نضيف 3 أصفار. الإجابة هي 46,000. أما إذا ضربنا الكسر العشري هذا وهو 9872.3 أجزاء من 10 نضربها في 1 جزء من 1000. لاحظوا جيدا إذا ضربنا في 1 جزء من 1000 نحرك الفاصلة هذه نحو اليسار. كم منزل يا أبطال؟ ركزوا هنا، كم يوجد هنا على اليمين؟ منزلة، منزلتان، 3 منازل. إذا نرجع الفاصلة 3 منازل ليصبح مكانها الجديد بين 9 و8. إذا هذا هو الإجابة الصحيحة. هيك أحبتي الطلاب وصلنا إلى نهاية هذه التدريبات الإثرائية منتصف الفصل الدراسي الأول. أسأل الله العلي العظيم أن يكون النجاح حليفكم والدرجات الكاملة من نصيبكم. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.